أصدقائي، عندما دخل ليونيل ميسي أرضية الملعب في كأس العالم لهذه السنة بأمريكا وكندا والمكسيك، كان الجميع يتساءل: هل هذه آخر مرة نشاهد فيها الأسطورة في المونديال بعد التتويج التاريخي له عام 2022؟ عاد الأسطورة ليقود الأرجنتين في رحلة جديدة، لكن هذه المرة كانت التحديات أصعب والأنظار كلها تتجه نحوه. بدأت الأرجنتين البطولة يا صديقي وهي من أبرز المرشحين للقب بطبيعة الحال، لكن الطريق لم تكن أبدا سهلة. المنافسون كانوا أكثر جاهزية، وكل منتخب كان حلمه إقصاء حامل اللقب. ورغم تقدمه في السن، ظل الأرجنتيني ميسي العقل الذي يقود الفريق داخل الملعب. يا صديقي، لم يعد ميسي يعتمد على السرعة كما كان في بداياته الأولى، لكن عوض ذلك بالرؤية وصناعة اللعب والتمريرات الحاسمة في كل مباراة. كان الأسطورة يبحث عن المساحات، وكان يقود الهجمات بخبرته الطويلة، مثبتا أن تأثيره لا يقاس أبدا وفقط بالأهداف. ورغم الرقابة الدفاعية، بقي اللاعب الذي يمنح زملائه الثقة ويصنع الفارق في اللحظات المهمة. بقي مهما للفريق بطريقته يا صديقي. فبعد الرحلة المليئة بالتحديات لهذا الأسطورة رفقة بلاده، نجح بالفعل في بلوغ النهائي لتصبح الأرجنتين على بعد خطوة واحدة من كتابة فصل جديد في تاريخها رفقة الأسطورة. وبفضل مساهماته يقف ليونيل ميسي في قلب الحدث، باحثا عن إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الأسطورية المليئة بالألقاب. قد يكون هذا النهائي من أهم المباريات في مسيرته، وربما من أكثرها تأثيرا. فبين خبرته الكبيرة وطموح زملائه يا صديقي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم بأسره إلى هذه المواجهة المنتظرة لمعرفة ما إذا كان سيقود الأرجنتين إلى لقب عالمي جديد. فهل ينجح ميسي في كتابة نهاية جديدة لمسيرته المونديالية، أم سيكون اللقب من نصيب منافسه؟ الإجابة بطبيعة الحال ستكون على أرضية الملعب. اترك تعاليقك ولا تنسى الاشتراك يا صاحبي في القناة ليصلك كل جديد. وكما نعلم جميعا، فكرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي قصة. سلام.